في حياتنا اليومية، كل شخص بيواجه مواقف أو علاقات ممكن تجرحه أو تخلي إحساسه بالحدود يتلخبط. مرات كتير بنلاقي نفسنا بنعيد نفس الأخطاء أو بنسمح للناس تعدي علينا حتى لو كنا عارفين إنها مش صح. النهاردة هنتكلم عن 3 حاجات بسيطة جدا لو عملتهم هتغير حياتك كلها في التعامل مع الناس بطريقة صحية وقوية. والأخيرة هتفاجئك لأنها مش متوقعة، لكنها المفتاح الحقيقي لراحة قلبك وسلامك الداخلي. فخليه معايا وتتابع للآخر، لأن كل فكرة هتديك قوة داخلية وهتعلمك تحمي نفسك وتقدر نفسك أكتر من أي وقت فات. أول حاجة، وأعتقد إنها أهم خطوة ممكن تبدأ بها أي شخص، هي تحديد حدوده الشخصية بوضوح. كتير من الناس بيلاقوا نفسهم بيوافقوا على حاجات مش عايزينها من غير ما يحسوا بالذنب. مرات بنحس إننا لازم نقول أيوة عشان محدش يزعل، أو عشان نظهر طيبين. الحقيقة إن ده بيستنزف طاقتنا الداخلية ويخلينا نعيش في ضغط مستمر. حدد لنفسك إيه اللي ممكن أوافق عليه وإيه اللي لأ، وابتدي يطبق ده في المواقف اليومية. مثال بسيط، حد يطلب منك خدمة وانت مش فاضي، قولي النهاردة مش هقدر برفق، بدل ما تضغطي على نفسك أو تحسي بالاستياء. الحدود مش بس كلام، ده إحساس داخلي. لاحظ شعورك لما تقول لأ من غير شعور بالذنب، هتحس بحرية حقيقية لأول مرة. الحدود بتحمي قلبك، بتخلي الناس تعرف قيمتك وبتخلي تصرفك معاهم أكثر وضوحاً. لما حد يحترم حدودك، ده بيخلي العلاقة صحية، ولما مش بيحترمها، ده بيكشف مين اللي يستحق يكون جزء من حياتك فعلا. تاني فكرة، وغالبا دي صعبة شوية لكنها مهمة جدا: ما تحملش أي حد مسؤولية شعورك. كتير من الناس بيلاقوا نفسهم بيلوموا الآخرين على مشاعرهم، هو السبب إني تعبان، أو هي خلتني أحس بالذنب. الحقيقة إن إحساسك ليك وهوية مشاعرك مسؤوليتك أنت، مش كل حاجة بتحصل لك هي غلط حد تاني. خد وقتك تعرف نفسك، واسأل نفسك: ليه شعرت بكده؟ إيه اللي خلى إحساسي يتأثر؟ أحياناً السبب أعمق من موقف خارجي، ممكن يكون ذكريات قديمة أو خوف داخلي. لما تدرك إنك صاحب السيطرة على مشاعرك وطاقتك، هتحس بحرية أكبر. مش معناه إنك مش هتتأثر بالآخرين، لكن هتقدر تختار رد فعلك بدل ما يكون تلقائي ومؤذي لنفسك. جرب تدريجياً. لو حاجة مضايقاك، اسأل نفسك قبل أي رد فعل: هل ده حقي الحقيقي؟ هل أنا محتاج أعطيه قيمة أكبر من حجمها؟ ده هيساعدك تحمي قلبك وتعيش بطريقة أكتر صحة وسلام. وأخيراً، الحاجة التالتة واللي كتير من الناس بيتجاهلوها: اتعلم تخرج من العلاقات أو المواقف اللي ما بتديش احترام أو قيمة حقيقية. مرات بنلاقي نفسنا مربوطين بعلاقات، صداقات، أو حتى شغل بيستنزفنا. ممكن نحب شخص أو نقدر مواقف، لكن الحقيقة لو العلاقة بتأذيك بشكل مستمر، خلاص، ده وقت الانفصال. الانفصال هنا مش معناه صدمة أو عداء، ده ببساطة احترام لنفسك. لما تختار البعد عن اللي بيأذيك، بتكسب هدوء داخلي وبتعرف قيمتك أكتر. الابتعاد أحياناً بيكون درس مهم، بيعلمك تحط حدودك صح، تعرف مين اللي فعلاً يستحق وجودك ومين اللي مش مهم. لو حسيت بالخوف أو الذنب، افتكر الحفاظ على قلبك وسلامك الداخلي أهم من أي علاقة مش صحية. ده مش قسوة، ده حب حقيقي لنفسك. كل مرة تطبق ده، هتحس بقوة جديدة، هتحس إنك صاحب حياتك ومش محتاج توافق أو رضا أي حد على حساب راحتك. خد نفس عميق وقرر لنفسك: أنا أستحق الاحترام، أنا أستحق السلام، وأنا بختار اللي يفيدني. تذكر ال3 حاجات دي: وضع الحدود، مسؤوليتك عن شعورك، والابتعاد عن السلبية. لو طبقتهم، حياتك هتتغير بالكامل. قوليلي في التعليقات أي فكرة حسيت إنها هتغير حياتك أكتر، واشتركي في القناة عشان الأسبوع الجاي هنتكلم عن 3 إشارات بتوريك إنك بدأت تحمي نفسك بشكل طبيعي من أي طاقة سلبية. خلي قلبك مفتوح، وخلي السلام الداخلي يكون دايماً هو اختيارك الأول.